عودناكم في الحلقة الجديدة باش نحكيو كالعادة عن يونيون تاع التوانسة في 100% سبورت تونسي. قبل كل شيء متنساوش انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد أول بأول. اليوم باش نحكيو على لاعبنا الدولي التونسي عيسى العيدوني في مباراته اللي انتهت اليوم بفوز فريقه بنتيجة عريضة يونيون برلين على دمرشتات بنتيجة 4-1 رغم نقص العدد للفريق في الدقيقة العشرين إلا أنه فاز بالمباراة. قدم عيسى العيدوني مباراة جيدة ولعب 63 دقيقة لعب وتحصل على تنقيط 7/10 حسب الموقع سوفا سكور، وقدم تمريرة حاسمة للهدف الأول مع 80% من التمريرات الصحيحة، وعمل دو ديال معناها فاز بيهم من أصل 3 لمثله 67%، وعمل دو دريبل كما نراو على الشاشة الأرقام هذه. أدى دوره الدفاعي كما يجب هذا اللاعب، يعطيه الصحة رغم الورقة الحمراء لدى هذا الفريق لأنه كان أحسن لاعب في وسط الميدان. برافو عيسى العيدوني، ثاني مباراة على التوالي مع ثاني تمريرة حاسمة والحفاظ على نفس التنقيط. كالعادة نحبوك تشرفنا في المنتخب التونسي وفي الدوري الألماني. برافو عيسى ويعطيكم الصحة وتحية تونس.